أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار المغربية. قبل ما نبدأ المرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. تمكن عناصر الدرك الملكي بمركز ترابي العراجة التابعة بإقليم قلعة صراغنة من حجز 10 أطنان من الزيت الزيتون المغشوشة الذي كانت موجهة إلى بطون المستهلكين. وتأتي هذه العملية في إطار إجراءات تفتيش روتيني الذي تقوم به عناصر الدرك الملكي بمركز ترابي العراجة بإحدى السدود القضائية، حيث شك الدرك الملكي حول السائق الشاحنة القادم من مدينة آسوي لاتجاهه بمدينة بن ملال. وتفاجأ الدرك الملكي بعد التفتيش بالعثور داخلها ب10 أطنان من الزيت الزيتون، حيث قام مباشرة بأخذ عينة منها وإرسالها إلى مختبر من أجل تحاليلها قبل أن يتم التأكيد من أنها مغشوشة بسبب خلطها بكمية كبيرة من الزيت المائدة. كنتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.